everyone, welcome back to my YouTube channel. بقول لك ايه يا حبيبي؟ It's Hamas. It's Hamas. نبدأ يومنا بفطار لذيذ ونقول free Palestine. فطرنا نجيب حاجة نحبس بيها بقى. احتلال. بقول لك ايه يا حبيبي؟ Hey guys. ازيك؟ النهارده عايزه اعلمكم ازاي ما تهتموش الاحتلال. صح؟ Does that make sense? Yeah. Okay, don't record this part. I keep fucking it up. Already I did. بتعملوا ايه؟ بعلمه عربي. بتحاربوا؟ بتحاربوا صح؟ I'm trying to make a video. ما تهتموش. ما تهتموش. Just write many times in the video. دي شركة مصرية صح؟ اه. طبعا احنا هنقول احنا بنسبورت الحاجات المصرية، ولكن الحاجات المصرية ممكن ما تكونش احسن حاجة ولا هتديك الكواليتي او الحاجة بتاع الحاجة الاجنبية. بس الفكرة ان انت لما بتسبورت هيبتدوا يحسنوا، لان في مبيعات، يحسنوا الكواليتي، يحسنوا المنتج بتاعك، بتسبورت الاقتصاد بتاعك، بلدك بتكبر، انت بترتاح في العيشة، ف مش هتموت لو ما شربتش حاجة هاي كواليتي. نجرب بقى. بس علي دي اتس انرجي درينك دي، ما هو طبيعي. لا حلوة والله. لو جات لك بقى الفرصة ان انت تحارب اسرائيل هتحارب ولا لا؟ ولا كلام بس؟ هتعمل فعل ولا لا؟ بس دلوقتي حاليا الحرب مش حرب جيش ولا اي حاجة، الحرب اكتر اقتصادية. انت ممكن تحارب دولة وتوقعها اقتصاديا. فاسرائيل من الدول المعتمدة في الاقتصاد بتاعها على البرودكتس، وان هي موجودة في كل مكان. فتخيل انت لما تقاطع الحاجات دي توقعت اقتصاد دولة، دمرتها. فالحاجات البسيطة دي بتفرق. وانت لو حاسس ان انت لوحدك مش هتفرق لان انت شخص واحد، خلاص ساعد في ان انت تنشر الموضوع او ان حد غيرك يساعد، زي ما الناس دي بتعمل. الناس دي بتعمل كده النهارده، بنشرب سبيرو. والناس دي بتنشر حاجه، يحاولوا ان هم يعملوا كونتنت ويساعدوا غيرهم ويعرفوا الناس. صح؟ هي دي البنت بتعملي اللي ايه النهارده؟ صح. بتعملي ايه؟ ما اعرفش. عملتي فيديو عشان فلسطين. ليه؟ عشان ايه؟ قطعه؟ ايوه. لازم تشرب دي. ماشي؟ مش بيبسي. النهارده انا اشوف واحد راجل مصري تشرب بيبسي. بس أنا you will أقول make a هو- difference by yourself. انا بحاول. حاولي. اه. صح؟ مش انا بس، كتير ناس Tell them بحاول. about the story that we saw a man here. كان في راجل هنا بيحاول يشتري حاجة وملقاش أي منتجات تانية غير المنتجات اللي هي العادية، اللي هي سبرايت وكوكاكولا والحاجات دي، فما اشتراش حاجة. You see when you still me like. فاحنا بنعمل فرق يا جماعه. والله انت لو لوحدك انت بتعمل فرق. تخيل مثلا في كم مليون واحد ممكن يقاطع هنا في مصر، هيعمل فرق. لو انت انفلونس ناس تانية ان هي تعمل كده، فانت بتعمل فرق شاسع. انا شفت ده بعيني هنا. احنا ممكن نبدل الحاجات دي كلها بعصاير عادي، هيلثي اكتر واحسن. على فكرة المقاطعة في التاريخ غيرت حاجات كتير جدا، ومن ضمنها المقاطعة اللي اتعملت على السكر اللي كان بيجيبوه من الهند، بس كانوا بيستعبدوا الهنود زمان ان هم ينتجوا السكر ويصدروه لبريطانيا. فالشعب البريطاني عمل مقاطعة للسكر، والهندي عمل مقاطعة للسكر، وده حرفيا خلاص وقع الاقتصاد بتاع البلد. فاضطرت امريكا ان هي تعمل وتلغي فكرة العبودية في الهند. فالاقتصاد بيسيطر على اي دولة، فانت بتفرق. ولو انت حاسس ان انت مش هتفرق لوحدك، ساعد في ان الناس التانية تساعدك ويبقوا معاك. واسرائيل من اكتر الدول اللي قايمة على الاقتصاد بتاعها، بتصدر منتجات في كل دول العالم حرفيا. فاسرائيل بدون اقتصاد مش دولة، واي دولة بدون اقتصاد مش دولة. بروك، هيفرق اللي احنا بنعمله ده؟
ايه؟ هيفرق اللي احنا بنعمله؟ Ragab asked me if what we're doing makes a difference. I think this question is interesting because of course I think it's making at least a little bit of a difference. But even if you think maybe it's not making a difference, don't we at least have like an obligation to try? I mean, like, I do animal rights activism all the time, and this is what I say, like, if you know that such injustice is happening in the world, then I think you really do have an obligation to at least try to do something, even if you don't know if it's making a difference. But yeah, so basically we're here right now, we're making videos about the boycott, about not supporting these companies. Oh my goodness, my hair. About not supporting these companies that are giving money to Israel, because Israel is killing women and children and men and literally anyone, animals too. Like, it's insane to me. They're bombing everywhere in Gaza. And as an American, I didn't know that much about Israel or Palestine before, but then coming to Dahab and having Egyptian friends and listening to them talk about it, I mean, anyone in Egypt has grown up seeing this, you know, and it's been happening for 75 years or more. It's Hamas. It's Hamas. It's Hamas. This is Hamas. Do you support Palestine? Wait. This is Hamas. Warm and like encouraging people to talk. But not the people that I feel like. Okay. سبايرو من المنتجات المصرية، مشروب غازي وجامد جدا، طعمه حلو جدا جدا، فعادي ممكن نستبدله بالبيبسي والكولا والحاجات دي. مش هموت والله، وحلو يعني مش حاجة وحشة. تشربي ايه؟ حلو التصوير ده. Spiro. Hello. This is. لازم تبقى عارف ان وجودك في الحياة ليه تأثير. وجودك في الحياة بيفرق، كلمتك بتفرق، كل خطوة بتاخدها بتفرق. خليني اقولك انك مش لوحدك.